الفتح، سواء كانت إدارية أو حتى على مستوى الأداء الفني داخل الملعب، التعاطي مع اللاعبين الأجانب، أيضا الحضور. الفتح اليوم لا يمثل منطقة الأحساء فقط، يمثل المنطقة الشرقية. كل من تحدث كان يقدم الشكر لأمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بالتأكيد لأنه يعي جيدا أن مثل هذه الأمور حينما توجد في مثل هذه المناطق، أن يكون النادي البطل للمملكة العربية السعودية في كرة القدم من هذه المنطقة هو أمر جيد وإيجابي، وبالتأكيد يخدم الشباب ليس فقط على مستوى المستطيل الأخضر، وإنما أشياء أخرى إن شاء الله ستنعكس على هذه المنطقة. أحد صناع هذا المجد أيضا إداريا، واللي يقولون عنه شرس شوي وأحيانا يطبق النظام بصعوبة، مع بدر رافع. تفضل بدر. شكرا لك عبد الله. بالفعل محمد السليم احد الرجال ايضا اللي يقدمون يعني مجهود كبير وما يحب يظهر للاعلام كثير. ابو سعد نقول لكم الف مبروك، وبالفعل اعتقد الحزم والانضباط هو نتاج لدوري زين، دوري الصعب تحقيقه حقيقه لنادي جديد في هذا الدوري. في البدايه اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. ما في شك يعني للأمانة هو إنجاز تاريخي بالنسبة لنا، حلم متحقق الحمد لله رب العالمين. يعني إن كان في قسوة فهي قسوة الأخ الكبير لإخواننا الصغار، أبدا ما كنت أقسو عليهم، بالعكس هم في النهاية هم كانوا سعيدين بهالموضوع هذا، الكل كان ياخذ حقه الحمد لله رب العالمين. إن كانت في قساوة وفي بطولات فاعتبر إني أنا قاسي على طول. واضح من العيون يعني ذرفت دموع اليوم، دموع الفرح. والله الحمد لله ما في شك، احنا ورانا للأمانة يعني ورانا جمهور، ورانا أعضاء شرف كلهم كل التقدير والاحترام. يستاهلون هذه الدموع، يستاهلون والله بيض الله خلاص. طيب خلنا يعطيك العافيه، الف مبروك ابو سعد. بتشيته انا اللي بتشيته. بالتاكيد عبد الله يعني فرحه كبيره داخل غرفه الملابس. الامير فهد بن خالد توجه مباشره لمباركه فريق الفتح، اعتقد انهم يستاهلون. وتعرف عباس ولا ما تعرفه؟ هذا بعد نجم من نجوم جماهير الفتح. انا جيت يوم صعدوا الدرجه